نحن اليوم ننطلق في بيته استعدادا لنذهب به إلى حيث سنذهب جميعا لنواريه التراب للقاء ربه. فرحمة الله على أخينا عبد الواحد الذي كانت لحظة الفراق لحظة صعبة، كانت فاجعة ومفاجئة لنا لأننا ألفنا في كافة المحطات أن يكون معنا. تجولت اليوم عبر السيت أي المواقع ديال خارجيا وداخليا ستجد نعي عبد الواحد الراضي، وهذا النعي الذي تميز بالمناقب التي تميز بها، وكذا هذا النعي الذي يؤكد قيمة الرجل وقامته العالية في الحقل السياسي والنقابي والجمعوي. راه بدا من حركة الطفولة الشعبية، بدا من طريق الوحدة، بدا من الخلايا الأولى ديال الحركة الوطنية وحزب الاستقلال، واستمر وما بدل تبديلا إلى غاية أن اصطفاه الله تبارك وتعالى إلى مثواه الأخير. ارحم اللهم الفقيد الغالي برحمتك الواسعة، اللهم اسكن فسيح الجنان، اللهم اسكن فسيح الجنان والعتق من النيران، اللهم كما اخترته في هذه الأيام الفاضلة، اللهم أقبله بقبول حسن، واجعل جزاء دخول الجنان والعتق من النيران وشفاعة العدنان. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن تعلم به منا فاغفر له يا غفار. السي عبد الواحد الراضي من كبار رجالات هذا الوطن، ومن المناضلين الوطنيين الغيورين الأساسيين في الساحة السياسية الوطنية. السي عبد الواحد الراضي رجل كانت له إسهامات قوية منذ حصول المغرب على الاستقلال، وفي الساحة البرلمانية على وجه الخصوص، حيث كان منتخبا في أول برلمان مغربي وظل منتخبا به إلى يومنا هذا وهو يغادرنا. سي عبد الواحد الراضي رجل يساري تقدمي مقتنع بأفكاره، لكن في ذات الوقت رجل يقرب وجهات النظر ويساهم في إحداث توافقات. وكانت لنا معه في حزب التقدم الاشتراكية علاقة وطيدة جدا، وشخصيا كانت لي كذلك علاقات معه، لأنه كان رجل طيب، رجل يحترم الآراء ويحترم الاختلاف، ورجل كان بالنسبة لنا يساهم في نضالاتنا المشتركة خاصة على مستوى الكتلة الديمقراطية. السي عبد الواحد الراضي سيصعب أن يعوض في الساحة السياسية، لأنه رجل بصم طبعا كذلك النضال الطلائعي الذي خاضه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المستوى الوطني. وقد حضرنا لنودع الأخ الكريم إلى مثواه الأخير. اللهم إنا نسألك وأنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اليوم الجنازة ديال الأخ عبد الواحد الراضي الذي وفاته المنية، والذي الحمد لله لم يعاني كثيرا، ولم زعما ما نعش في الفراش بزاف، ما تألم بزاف، ما والو، الحمد لله كما عاش كريما مات كريما. مات بكل يعني بأريحية شديدة رحمه الله. والمغرب فقد في الأخ عبد الواحد الراضي رجل دولة بامتياز،
فقد الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية أخا كبيرا وأخا صادقا وأخا وفيا لبلده ولحزبه ولأسرته. الأخ عبد الواحد الراضي رجل غني عن التعريف. ماشي أنا اللي غنقول شكون هو عبد الواحد الراضي. عبد الواحد الراضي كلشي كيعرف المسار ديالو الطويل من حزب الاستقلال إلى تأسيس الاتحاد الوطني للقوى الشعبية في 59 إلى تأسيس الاتحاد الاشتراكي ومساره البرلماني من 63 إلى الآن. الكل يعرف عبد الواحد الراضي المسؤوليات اللي تقلدها لا على مستوى البرلمان المغربي ولا على مستوى البرلمان الدولي ولا على مستوى وزارة التعاون في 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 في, في حكومة. فإذا الأخ عبد الواحد الراضي فقد فيه المغرب رجلا كان لا زال بإمكانه أن يعطي الكثير لهذا البلد وأن يعطي لحزبه الاتحاد الاشتراكي الكثير. فرحم الله أخانا عبد الواحد الراضي وألهمنا جميعا الصبر السلوان وألهم أيضا عائلته الصغيرة الصبر والسلوان في هذا الفقدان الجلل. في الواقع وكما اتفق على هذا الجميع وكل الأطياف السياسية، اليوم فقد المغرب أحد أهرامات السياسة في المغرب وأكبر يعني من ذلك رجل تميز ب يعني عمله الجيد بمواظبته وحضوره البرلمان وبقي يحضر إلى آخر جلسة في الدورة الأخيرة التشريعية. تميز سي عبد الواحد الراضي ب يعني مقاربته التشاركية في التفكير والتمحيص وكذلك في اتخاذ القرار. الجميع أجمع على أن سي عبد الواحد الراضي خلال كل المهام اللي تكلف بها كان رجل وفي و يعني جدي في عمله. سي عبد الواحد بصم الحياة العملية ديالو كوزير في آخر محطة واللي كانت وزارة العدل واللي بلا فيها البلاء الحسن في مدة قصيرة. كذلك خلال ترأسه لمجلس النواب في واحد 10 سنين وخلال العمل السياسي ككاتب أول الاتحاد الاشتراكي الحزب العتيد وكذلك من خلال كل المحطات والنضالات اللي يعرف. آخر حاجة اللي يمكن نقوله هو أن سي عبد الواحد الراضي تميز ب يعني الاعتدال. كان الرجل النصوح ولجأ إليه الساسة من كل الأطياف للنصيحة وكذلك للذاكرة. سي عبد الواحد الراضي ذاكرة سياسية. اليوم إلا فقدناه جسديا فهو غادي يبقى حاضر معنا ومع المغاربة بدون شك نظرا لمواقفه الوطنية اللي يعني ما عمرها تغيرت خلال عقود وعقود. تغمده الله برحمته وسكنه فتيح الجنان. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.